ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه؟ نص رجب، كل سنه وانتم طيبين. اخر يوم بقى لينا في الصيام، في الثلاث ايام البيض. الجو النهارده صعب جدا جدا، النوة مطوله معانا. طوبة حالف ما يروحش غير وهو عامل الواجب بزياده. الاول بقى ايه؟ ما تنسونيش باللايك والاشتراك. لأول مرة بتشوفوا القناة فعلي بقى الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. بصوا بقى الجو عامل ازاي، هوريكم. بصوا بقى صعب جدا جدا جدا. ما فصلتش شتاء عندنا هنا في البحيرة. إيه ربنا المستعان. إيه اللهم صيبا نافعا. بصوا بقى المدارس عندنا غرقانة. بصوا الناس بقى كده يعني. ربنا المستعان، لحد عارف يمشي ولا يروح ولا يجي، بس الحمد لله. إيه انا موجودة في مكان يعني قريبة من بتوع الخضار، قريبة من بتوع الفراخ كده يعني. فالحمد لله بقى. طبعا في واحدة ربنا يرزقها يا رب، بس الشتا بقى غرق لها خضارها. بنبيع بقى جنبينا كده كرنب وكرنبيط وخضرة والحاجة اللي انتوا شايفينها دي. جبت بقى النهارده منها كرنبايه وخضرة المحشي. اليوم النهارده محتاج كرنبايه. انا عملت معاكم الاسبوع اللي فات شويه كده شوربه عدس وشويه فتة عدس. كان برضو نوة زي ديت، هي تعتبر ما فصلتش من الاسبوع اللي فات. النهارده قلت بقى انوع لكم بما انه اخر يوم صيام. وكان عندي بقى ايه كيس منابير كده في الفريزر. وعملت بقى حلة محشي حلوة وسلقت بقى المنابير. طبعا انا عملت معاكم المنابير والمحشي كتير جدا، فاختصرت لكم الخطوات على قد ما اقدر. جبت لكم بس الشكل النهائي. طبعا الصيام كان تعبني جدا النهارده، والحمد لله يعني. ربنا قدرني وقعني وصمت الثلاث ايام البيت في شهر رجب. كل سنة وانتم طيبين. بس كده، وزي ما انتم متعودين مني بحط كده كام ورقية خضرة على الوش كده بتاع الحلة. وبعد كده سقيت بقى المحشي بتاعي من شوربة المنابير بعد ما ملحتها، كانت تحفة. وكانت مطعمالي المحشي ومخلياه زي العسل. جربي كده تعملي الفكرة دي لما تكوني عاملة منابير مع المحشي. اسقي المحشي بتاعك بشوربة المنابير وشوفي بقى ودوقي الجمال. وبألف هنا وشفا. بس كده، وكان المحشي بتاعي بقى استوى. والمنابير كمان كانت اتسلقت وحمرتها. وحطيت بقى وسط الاكل سخن كده مولع نازل لسه من على النار. وبعدين بقى المغرب كان اذن، فطرنا بقى. وخلاص الحمد لله. بعد بقى الفطار عايزين حاجة حلوة يخلصنا كده يعني. ما نعمل لهمش حاجة حلوة، لا طبعا لازم بقى نعمله حاجة حلوة تستاهل ايه بقهم. خليكوا بقى معايا نعمله مع بعض حاجة عملناها على طول. بصراحة انا قلت ايه لازم النهاردة يعني اظبطهم. والحاجة الحلوة اللي انا عاملاها دي، احنا في العادي المفروض نحطها في التلاجة. بس زي ما انتوا شايفين الجو بطبيعته تلاجة لوحده، فانتي ممكن تعمليه وتسيبيه كده على الرخامة بس تكوني مغطياه. هنبدأ نعمل مع بعض ايه؟ طبعا عرفته. بصراحة انا بعشق الرز بلبن. هي مش محتاجة من غير كوباية رز واحدة. هتحطي عليها لتر من المية الاول تتسلق على كيلو لبن. وباكو كريم شانتيه كده وشوية نشا وشوية فانيليا وشوية سكر. بصوا الموضوع سهل جدا وكل حاجته في البيت، كل اللي هتجيبيه لو ما عندكيش لبن هتجيبيه، وكريم الشانتيه من بره عندك في البيت خلاص. اول حاجه بعملها زي ما شفتوا كده، غسلت كوبايه رز وسلقتها في لتر ميه. واول كده ما تقلت والرز اتسلق معايا ونزل النشا بتاعه كله، قمت حاطه كيلو اللبن بعد ما غليته. خلاص فضلت اقلب كتير كتير. وبعد كده جبت بقى باكو كريم شانتيه، دوبته كده في حوالي ربع كوبايه ميه. وبعدين نزلت بيه على الرز بلبن. انا لازم اعمل الرز بلبن بتاعي بالكريم شانتيه، ده بيخليه طعمه حلو جدا وبيبقى كريمي. وصراحة طعمه جميل جدا، فرق معايا عن الاول. كنت الاول بعمله حلو برضو، بس برضو التكاية دي فرقت جدا في طعمه. وبعدين حطيت كوبايتين سكر. طبعا السكر ده حسب رغبتك انت، يعني انت بتحبي محلي زيادة زودي، بتحبيه عادي نقصي، بتحبيه مظبوط زي حطي كوبايتين حلوين قوي على كوباية الرز. وحطيت باكو فانيليا. وبعد كده فضلت اقلب، قلت لقيته ربط بالنشا اللي نازل من الرز خلاص. لسه يعني ما ربطش، قلت ادعمه بمعلقتين نشا مش اكتر. يعني كان عندي باكل نشا ده خدت منه معلقتين كده. اكل من اللي احنا بناكلوها العادية، مش معلقتين كبار قوي، لا معلقة الاكل العادية.
بس وتدوبيها برضو الاول في ميه عشان ما يكلكعش مني، برضو حوالي معلقتين ميه بس. ونزلت بيها بقى على الرز بلبن، يا دوبك كده ربط وتقل معايا، وسبته بقى لما يبرد خالص، وبعدين هبدأ احطه في البولات. طريقته سهلة وجميلة، وعايزة اقولك احنا في الشتاء ده كلناه سخن. في الجو البرد دوت مش محتاج تدخلي رز بلبن التلاجة خالص يعني، وكمان بيبقى احلى واحلى والله لما تاكليه دافي كده او سخن، بيدفيكي جدا. وبعد كده طبعا حطيته بقى في البولات الفخار دي، لان في عندي ولادي بيحبوها كده ايه، اما تحطيه تحت الشوايه ياخد الوش كده ايه المحمر ده، زي طاجن الرز المعمر او زي الرز بلبن اللي بتجيبيه جاهز. هتشوفي بقى شكله كده في الاخر. وبعد كده انا غطيت البولات دي كلها وحطيتها كده زي ما هي على رخامة المطبخ، علشان الجو اصلا ساقع وبرد، مش محتاجة انك تدخليها التلاجة، غير بصراحة لما بعمله في الصيف بيبقى لازم يدخل التلاجة. بس كده، وحطيت بقى حبة في البلات الازاز وعلى زبيب للي بيحب رز بلبن بالزبيب، واللي بيحب الرز بلبن كده في الفرن عملت له. بس وده كان يومنا النهاردة. الشتا دايما عايز الحاجات الحلوة اللي تدفي ديت، محشي، منابير، عدس، حلويات، رز بلبن، مخبوزات. هو الشتا عايز كده، ما تفصليش حاجات حلوة وما تفصليش أكل حلو وما تفصليش عن وقوف في المطبخ من الآخر يعني. ودايما كده امني بيتك بالدفى وبالحب وبالحنان، بأكلة حلوة من ايديكي، صينية كيكة حلوة، بطبق حلويات، حتى لو شوية فشار. أهم حاجة تقومي كده تملي بيتك بالدفى، وتجمعي ولادك وجوزك على أي حاجة حلوة انتي عاملاها من ايدك يا ست الكل. صدقيني اي حاجة بتعمليها دلوقتي لولادك ولبيتك ودايما مالية بيتك بالدفى، هتفضل دايما في ذاكرة اولادك لما يكبروا ويتجوزوا ويفتحوا بيوت ويخلفوا، هيقولوا والله كانت امنا بتعمل وبتعمل وبتعمل، وهيحاولوا يطبقوا ويعملوا كل اللي اتربوا عليه، وكل الحب والدفى اللي اتعلموه منك في بيوتهم ومع ولادهم، سواء كانوا بنات او ولاد. فدايما انتي اغرزي في اولادك حاجات جميلة بسيطة، بقى في عيالك انتي بحبك ونفسك الدافي في البيت. يعني انا بشوف امهات كل اللي هممها من دنيتها تلبس وتشيك وتحط لينسز وتحط رموش، وتمسك شنطتها وتتبرفن وتنزل. تمام، الاهتمام بالنفس مش وحش، بس الاوحش انك تنسي امومتك، تنسي كيانك الاساسي، بيتك واولادك والدفى اللي دايما انتي بتعمليه بنفسك في البيت. هو ده الاهم والله لاي ست، واللي يقول غير كده يبقى والله ما عايز الخير لحد. اللي يقول للست ايوه كده صح اهتمي بنفسك، يعني العيال جاي من وراهم ايه، يعني هناخده ايه من البيوت، والله بيضر ما بينفعش. المهم انا بعدت بيكم عن موضوع الفيديو، وحبايبي ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك، اللي اول مره بتشوف قناتي فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. وليا طلب صغير عندكم فضلا بقى وليس امرا، انا بلاحظ ان اي مشاهدات بتجيني على الفيديو اللايكات بتبقى قليله جدا جدا عن المشاهدات. يعني مثلا لو جالي 100 مشاهده على الفيديو، وده طبعا اكيد قليل، فبتمنى يكون مثلا 100 لايك. انت كده كده دخلتي وعملتي لي مشاهدة، حتى لو شفتي الفيديو دقيقة أو دقيقتين أو 3، هتستخسري فيا اللايك ليه؟ عارفة لو فيديو 100 مشاهدة جاب لي 100 لايك، الفيديو هيترفع على طول وهيتشاف لأكبر عدد من المتابعين. فبتمنى ما تستخسروش فيا اللايك زي ما بتشاهدوا الفيديو. أشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. كانت معاكم أمنية فودة من قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.